7 مسلسلات انا عددهم. ها لما يتكرر يا مرة يا كذا. هاجم برامج المقالب ورفض يقدم الفن تحت اسم الترفيه، وقال إن صناعة السينما المصرية متخلفة وبتعيش أزمة مخلة بالشرف، وصرح إنه دايما حاسس بالوحدة وفي سجن. كواليس من حياة الفنان محمد صبحي. اتعرف محمد صبحي بتصريحاته المثيرة للجدل من زمان. اتولد الفنان محمد صبحي سنة 1948 في القاهرة، ونشأ في شارع محمد علي اللي كان بيطلق عليه شارع الفن. حب المسرح من صغره ودخل المعهد العالي للفنون المسرحية. أما اتخرج في المعهد قرر يبدأ في التمثيل المسرحي مع صديقه وزميله لينين الرملي. بس محمد صبحي كان له اختيار مختلف في المسرح من بدايته، لأنه اختار يمثل الأخلاق ورفض أي حاجة تلغي عقل المشاهد. لما شفتك ماسك الكتاب افتكرتك مفتح. لا ما انا مش مقفل قوي برضه يعني. واختار الكوميديا الهادفة، وعلشان كده هاجم أي حد بيفكر يقدم الفن علشان الترفيه بس. وده السبب الخفي ورا رفضه السفر في مهرجان الرياض بالسعودية اللي كان رئيسه تركي آل الشيخ، وقال إنه بيمثل بلده بس في بلده، وإنه مش مرفهاتي وبيرفض السفر للسعودية تحت اسم الترفيه أو عنوان الترفيه. أنا مش مرفهاتي. واتعرض عليه ملايين الدولارات عشان يسافر، وطلع ترند على الفيسبوك وقتها. جمهوره كله كان بيدعمه فيه تحت هاشتاج كلنا محمد صبحي. ورد عليه تركي آل الشيخ وقتها وقال نفسي أشوف اللي بيعرضوا عليه الدولارات دول نكشف على قواهم العقلية. ولكن بنفس المبدأ وهو تقديم فن هادف، قرر محمد صبحي إنه يهاجم برامج المقالب، وده علشان شايفها ملهاش معنى ولا حتى فيها ترفيه. يا راجل برامج المقالب، حتى برامج المقالب فيها هذا العنف. وقال في برنامج 10 مساء مع وائل الإبراشي إنه نفسه حد يموت في البرامج دي علشان المسؤولين عنها يتحاسبوا ويتسجنوا. أتمنى، مع إن ده شيء قاسي جدا، لو حد جاله هارت أتاك ومريض جاله ومات، وزي ما محمد صبحي وقف في وش الترفيه ده، برضه وقف في وش السينما الكوميدية في مصر، لأنها بتقدم الترفيه مش إفادة، وقال إنها متخلفة ولازم يكون إعادة تشكيل، وكمان الأفلام الكوميدية دي أفلام تهريجية، وده السبب اللي خلاه يبطل يمثل في السينما. ومش بس السينما اللي بقت كده، كمان المسرح بيعاني من أفكار المجتمع، ولازم إنه يقدم فن أخلاقي هادف. وده خلال تصريحاته في حوارات صحفية مع صحف مختلفة. جرأة أنا ما أتوحتليش واتبسطنا جدا، ولكن بعد الموسم الأولاني أنت يعني رجعنا تاني نعمل الأشياء. ورغم جمهوره الكبير، صرح الفنان محمد صبحي لبرنامج حضرة المواطن المذاع على فضائية الحدث اليوم، وقال إنه حزين وحاسس إنه في سجن كبير، ولكنه بيشتغل ويكسب بس لوحده. يا ترى إيه السبب اللي خلاه يبكي امبارح على الهوا ويقول إنه لوحده؟ أنا حزين يا أستاذ سيد، أنا لا أتسول، ده أنا بشتغل وبكسب وبقول قدام الدولة أنا بشتغل وبكسب ومصروف. ممكن تقول لنا عليه في الكومنتس، وما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك في القناة، واستنونا دايما مع كاركتر جديد في آخر مترو.